نتوقع بانه منظم خصوصا على المستوى الدفاعي، يبحث على المرتدات الهجوميه كما سنتابع من خلال هذه المحاوله، محاوله التمرير، تدخل وابعاد الكره. هذه فرصه بولي سامبو جونيور، فرصه هدف التعادل لفائده فريق الوداد السنغالي. بولي سامبو جونيور يظهر ويضع الكره في الشباك، هدف التعادل لفائده فريق الوداد. فرحه كبيره للجماهير الحمراء. اذا بولي سامبو جونيور يتمكن من تسجيل الهدف التعادل والهدف الاول لفائده فريق الوداد في هذه المباراه، والهدف الثاني الشخصي لبولي سامبو جونيور خلال هذا الموسم. نتابعوا من جديد، نلاحظوا التدخل وابعاد الكره، وصلت الكره لبولي سامبو جونيور، دخول للمعترف. هذوما اللاعبين، هذوما الهدافين، هذوما القناصين بهذا الشكل بهذه الطريقه، يعرف طريق الشباك. ممكن نقول ما غاديش ندير واحد المقارنه، ولكن اذا وضعت منتصر حتيبي في الكره الاخيره والان بولي سامبو جونيور، فالمهاجم مهاجم والقناص قناص، يضع الكره بدقه متناهيه في